وأما ما يتعلق بدرسنا فقلت إن درسنا اليوم هو الأبيات الأخيرة من منظومة المقدمة فيما يجب على قارئ القرآن أن يعلمه، وهو باب الوقف على أواخر الكلم. يعني كيف أقف على أواخر الكلمات القرآنية؟ لما أنا أقرأ القرآن تأتيني كلمات، بعض الكلمات آخرها ضمة، بعضها آخره فتحة، بعض الكلمات آخره كسرة أو سكون، فكيف بعضها منون، بعضها غير منون، بعضها تاء مربوطة، فكيف أتعامل مع هذه الكلمات عندما أقرأ القرآن الكريم؟ هذا الأمر يسميه العلماء الوقف على أواخر الكلم. قال إمامنا الجزري رحمه الله: وحاذر الوقف بكل الحركة إلا إذا رمت فبعض الحركة، إلا بفتح أو بنصب، وأشم إشارة بالضم في رفع وضم. بيتان ضغط فيهما إمامنا ابن الجزري رحمه الله هذا المبحث الذي بين أيدينا. ما قصة هذا الأمر أيها الإخوة؟ أريد أن أنبهكم إلى شيء، فأعيروني سمعكم وانتباهكم قليلا. الإنسان أيها الإخوة له لغة التخاطب، أنا أتخاطب مع الآخرين من خلال كلمات بكل لغات الدنيا، بالعربية، بالإنجليزية، بالفرنسية، بالصيني، بالروسي، بأي لغة كانت، لأعبر عما أريد والمتلقي يفهم علي ما أريد، ثم يعبر هو لي عما يدور برأسه من أفكار. فاللغة هي وسيلة التخاطب، واللغة وسيلة إيصال المعاني مني إلى المتلقي ومن المتلقي إلي. الإنسان أيها الإخوة بطبعه يميل إلى ما يسميه العلماء الاقتصاد في الجهد العضلي. الاقتصاد في الجهد العضلي يعني أنا إذا فيني أوصل معلومة إلى الطرف الآخر بأسلوبين أحدهما فيه اقتصاد في الجهد العضلي أفعل، وهذا لا يعلمه أحد لأحد، هذا اللي يفعله الإنسان بالفطرة يجد أنه إذا استطاع أن يوصل ما برأسه من أفكار ومعاني إلى الطرف المتلقي بجهد عضلي من الفم والشفتين والبلعوم واللسان أقل فيفعل، وهذا أمر بالفطرة كما ذكرت. ماذا سماه العلماء؟ الاقتصاد في الجهد العضلي. أمر آخر الوقف. لما أنا أتكلم وأقف، لماذا أقف؟ أقف لأنني لما أتكلم بهواء الزفير. ما هو الزفير؟ الهواء الخارج من الرئتين. نحن نقوم بعملية التنفس، إدخال الهواء إلى الرئتين سماه العلماء شهيق، إخراج الهواء من الرئتين سماه العلماء زفير. فالإنسان لما يتكلم لا يتكلم وهو يأخذ الهواء إلى الداخل على الأقل باللغة العربية، لكنه يتكلم بإخراج وهو يخرج الهواء يتكلم. وهذه الكمية من الهواء التي في الصدر محدودة، لها حجم معين، فبعد قليل تنفد وتنتهي، فلا بد للمتكلم من أن يقف ويستريح ويأخذ نفسا جديدا ليتابع حديثه. فكلما يعني معناها الإنسان لما يقف النفس اللي في صدره الباقي قليل، فيحاول أيضا بالفطرة أن يقتصد في الجهد العضلي، لأن الوقف محل الاستراحة. احفظوا هذه القاعدة. إذن الإنسان بطبعه يميل إلى الاقتصاد في الجهد العضلي. الوقف عن الكلام يعني محل الاستراحة.